بص حضرتك زي ما انت شايف كده، الطاقة الشمسية متحركة. الطاقة تبقى متحركة. الطاقة المتحركة بقى وضعها ايه؟ وضعها بالليل قصدي بدري تجيب مية، اخر النهار تجيب مية. لكن الثابتة، الطاقة الكبيرة بتبقى ثابتة. الطاقة الكبيرة قوي بتبقى ثابتة. طبعا الثابتة بتجيب مية ايه؟ مثلا من الساعة 8 للساعة 4. لكن الطاقة المتحركة من 7 الصبح لحد الساعة 5. ده الكلام ده فين؟ في الشتاء. في الصيف لا. في الصيف لحد الساعة 6 بتجيب مية. خلاص؟ يبقى احنا بنقول الطاقة لازم تبقى متحركة. تمام؟ الطاقة الحديثة لازم تجيبها، تقول له وشين. بص كده اهي، وش وظهر. الطاقة اللي تحت دي زي ضوئية كده، بتديك يعني ايه 30% من القدرة، واللي بره 100% من القدرة. يبقى انت عندك 130%. لو الشمس قلت شوية تبقى طالعة المية مظبوطة. يعني دايما الفلتر بيبقى 50 هرتز. خلاص؟ ال 50 هرتز ده ما بتجيش غير وقت الذروة. لكن بالطاقة المتحركة بتيجي على طول. ليه؟ لان هي وشين، وش جايب شمس ووش جايب ضوء. خلاص؟ يبقى انت اما تيجي تشتغل، اشتغل بطاقة متحركة. تمام؟ زي ما انتوا عارفين انا مش بعمل طاقة متحركة وخلاص، بعمل طاقة وديزل. كل المشاريع اللي عندي التسليم فوري. فوري يعني ايه تسليم فوري؟ يعني مجرد ما تدفع المقدمة تستلم. خلاص؟ تدفع المقدمة تستلم، مش تدفع ثمن الارض، لا، المقدمة بس تستلم. اقفلها، روح اقفلها، روح اقفل اللي هناك دي، روح اقفل اللي هناك دي. معلش انا بصور ميه، بس احنا المغرب. وبعدين العامل اللي هنا فاتح صبات كتير. قلت له روح اقفل اخر الخط عشان هناك اهو بيقفل اهو. قلت له روح اقفل الحاجات اللي في اخر الخط عشان حتى عنده ميه. قلت له روح اقفل اللي في اخر الخط عشان الميه تقوى. الخلاصه ان انا عايز اقول لكم ان فيه ميه. خلاص؟ هو ده الهدف بس. ده الهدف اللي انا عايز اقوله، ان فيه ميه. الخير ده بنعمل دي مزرعه فراخ. دي فراخ المحلاوي. ايوه. الكيلو ب2.5. ازيك يا ابو مكه؟ عامل ايه؟ ايه رايك في المزرعه دي؟ يا باشا الله ينور عليك. دي تاخد كام فرخه يا ابو مكه؟ دي بسم الله ما شاء الله. عبيها بس انت. انا فيه جه واحد قاعد جنبنا، ساكن في جنبنا في الفرافره، اجر بيت كده وبيربي بتاع اسمه ايه، فراخ رومي، وبتاع الصغنن ده اللي بتبقى رقبتها طويله دي اسمها ايه؟ نعامه. قول لي نعام. وبيفهم في البط. العيال بيتخانقوا معايا، بابا عايزين نربي بط. هتلاقي قلت له هتموتيه يا ولد الكلب. المهم قلت له انا هعمل لك مزرعه تيجي تربي لي فيها. قال لي ماشي. وزي ما انت قال لي ماشي. المزرعه دي ربنا فيها قد ايه؟ هي طولها قد ايه يا عم محمد؟ طولها قد ايه؟ قول ايه؟ 40. 40 في كام؟ 40 في 8. 8. دي تاخد كام فرخه دي ولا نربي فيها ايه؟ تاخد من 4 ل 5000 فرخه. يا سلام. اي والله. ده انا قلت تاخد 500 ولا حاجه. ما شاء الله. تجي في 5000. تاخد كتير. ايوه تاخد لها 5000. لا ده انا لو ربيت 1000 فرخه ابقى اجدع واحد في الفرافره. ايه ده انا لا ما هيص. شاء الله كبيره. ايه؟ كبيره مش صغيره. يا راجل ما تستهونش بيها. بس انت ناوي ولا انت؟ لا ناوي الان. والله. عشان يضرب السوق. ايوه انا بحب عشان يضرب السوق يا عم. هو ممكن نقسمها شويه للنعام وشويه للبط وشويه للفراخ، ايوه طبعا. ولا هي لازم كلها حاجه واحده؟ لا ممكن تقسمها من جوا عاده. اقسمها من جوه عادي. تجيب جدار هنا مثلا. بس ده عايز من جوا. طب انت عملت القطين دول ليه؟ هنا كده دول ايه؟ لو تحط فيهم علفه ولا اي حاجه. علف. ايوه العلف. انا بقول عمل ايه وضلنا عايز مزرعه. يعني دي اوضه للعلف. ايوه. ودي اوضه الثانيه للايه بقى؟ اللي عايز ينام
ما هو ينام في المسجد اهو، في الاوضه اللي جنب المسجد اهو. خلاص خلي ايه؟ في اوضه جنب الطاقه هناك اهي، وده المسجد اهو. ينام في المسجد ليه؟ ما ينام في الاوضه اللي جنب الطاقه. طيب خلاص ماشي. يعني انت تاخد 5000 فرخه؟ يا حلاوتك يا محلاوي، ده انا هبقى بتاع فراخ بعد كده مش اراضي. والله حاجه حلوه خالص، حاجه انا عديت والله. انا بحسبها تاخد 500 ولا حاجه. 500 ما انت هتربي جمال. انا طمحان في لو 500. جمال هتاخد 500. يا سلام. انا طموح في 500 فرخ، نفسي يبقى عندي 500 فرخ. لا بسم الله ما شاء الله، بس عبيها. يا سلام. اي والله معلم. انا شفته معلم. انا شفته عامل كل حاجه، مربي بط والبتاع والرومي ما شاء الله، والبتاع وعليكم على مراقبه طويله دي. عليكم على السمان الصغير. السمان الصغير. ده يستحمل حتى الجو بتاع الفرافره. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. ماشي. علمه يا باسم، ده جاي من الارياف يقرفنا. يا ابني علمه. دشدشه حياتك، دشدش يا ابني، علمه. حطها بنت بطين ودق عليه يا ابني، مش هتعرف. هتيجي يا ابني انت فكر احنا قاعدين في الصحراء هنا يا هفق. احنا معلمين يا ابني، بس احنا اللي عاملين مش عارفين. الطاقة دي عايزينها تتغسل يا رضا كل يوم واحدة كده. ها؟ الطاقة دي عايزينها تتغسل كل يوم واحدة كده. ماشي؟ ماشي. تمام يا ابو مكة. يا عم محمد ليك فرخة كل 3 سنين. ماشي؟ انت جاي خلاص؟ جاي انا نفسي اقول كده. يبقى ما تشيلش غير فرختين. او ليك بيضة كل 3 اشهر. يلا يا عم، عرض خاص. يعني البتاع دي هتشيل يا عم محمد ولا تقطم؟ يا باشا بعد ما ينشف المباني تعال كسر في العتبه. والله الله يا حاج محمد. كسر العتبه وبعد كده شوف المباني هتشيل بعضيها. الله المستعان. اللهم ارزقنا يا رب العالمين. ماشي ماشي. عايز حاجة؟